السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم النهاردة معايا في حلقة جديدة. تعالوا بينا نعمل النهاردة طريقة عمل كيكة الرواني بطريقة سهلة وبسيطة وفي منتهى الطعامة، ومقاديرها كلها عندي في البيت. معايا 3 بيضات، معايا كيسين من الفانيليا، معايا كوباية من دقيق البسبوسة، كوباية من الدقيق الأبيض، كيس بيكنج باودر، رشة ملح. وبالنسبة للسكر معايا كوباية إلا ربع من السكر، والحليب معايا نص كوباية من الحليب، وعليها علبة زبادي. الصينية طبعا متبطنة بنفس الشكل اللي حضراتكم شايفينه. الخطوات سهلة جدا وبسيطة، والنهاردة هستخدم معايا الخلاط لأنه طبعا المنجز بتاعي، وفي ثواني وفي دقايق معدودة بيكون خليط الكيك عندي جاهز. في البداية هبدأ بقى ان انا اضيف عندي ال3 بيضات. طلعت طبعا السمنة والبيض واللبن من التلاجة والزبادي علشان المواد بتاعتي اللي هستخدمها ما تكونش ساقعة خالص، لازم تكون بدرجة حرارة المطبخ. طلعيها قبلها بفترة علشان الكيكة بتاعتك تكون جميلة كده وهشة وشكلها تحفة. نزلت عندي بالسكر، وبعد كده الحليب بالزبادي. وانا ضربت يا جماعة علبة الزبادي الصغيرة في الحليب، وهضيف عندي نص كوباية من الزيت ونص كوباية عندي من السمنة او الزبدة الصفراء اللي يريحك. ممكن تستخدمي زيت بس، ممكن تستخدمي سمنة بلدي بس انا بحب اعمل ميكس كده بين الخليطين دول، بيديني نتيجة مبهرة جدا. هضيف عندي طبعا كيسين الفانيليا، وبعد كده هاخد كل الخليط ده عندي كده في رتل الخلاط وهضربه لغايه لما يتفرم فرم ناعم جدا. ونسيت كمان اقول لكم انا ضايفه كمان معلقه من الخل. الخل ليه؟ انت ضايفه فانيليا، الخل علشان هيخلي المسام بتاعه الكيك من جوه مفتحه، وكمان لون الكيك بيبقى لونه ابيض. ضفت كيس البيكنج باودر كامل على كوبايه الدقيق البسبوسه، كوبايه الدقيق الابيض، رشه الملح. مقدار الكيس ده 16 جرام. بعد كده ما خلطت كل المقادير الجافة عندي، هبدأ انزل على طول بالمقادير السايلة اللي انا ضربتها في الخلاط واحدة واحدة. اول ما بدأت اشتغل الكيكة الرواني مع حضراتكم، سخنت عندي الفرن على درجة حرارة 180. الخطوة اللي انا بعملها دي دلوقتي اهم حاجة، لازم تخلطي كويس جدا بالمضرب السلك بتاعك، علشان خاطر طبعا ما يبقاش فيه اي حبيبات دقيق ولا دقيق بسبوسة ولا الكلام ده كله. هنزل الخليط كله عندي في الصينية بتاعتي، اهم حاجة تكون متبطنة كويس. بالنسبة للشربات سهل وبسيط جدا وتقدري تعمليه في ثواني. معايا كوبايتين من السكر، هضيف عليهم يا جماعة كوباية ونص من المية وعصرة ليمونة كاملة. ممكن طبعا تضيفي كيس فانيليا اللي يريحك. ده شكل صينية الرواني قبل ما تدخل الفرن. هدخلها على درجة حرارة 180 على الشبكة. أول ما تبدأ إن هي تحمر كده من الجناب على طول هنزلها تحت الشواية، وممكن سخونية الفرن هي اللي تديلها اللون الهايل اللي حضراتكم شايفينه. هنا بعد ما طلعت سبتها بس كده دقايق يعني تهدى شوية، وبعد كده هنزل عليها على طول بالشربات بتاعي. ما شاء الله ما شاء الله، علشان تعرفي ان كيكة الرواني بتاعتك كيكة ناجحة، اول ما هتضيفي الشربات هتلاقي على طول الكيكة شربت كمية الشربات كلها. عايزاها طبعا تكون طرية، لازم بعد ما تشربيها بالشربات تغطيها على طول بصينية، علشان لما تقطعيها كده تبقى طرية وجوسي معاكي. انا بعد كده قلبتها وزينتها من فوق بجوز الهند والزبيب. وتعالوا بينا بقى نقطع قطعة كده من جوه ونشوف شكل كيكة الرواني الهايلة بتاعتنا، من انواع الكيكات اللي بحبها جدا. تحسي كده انها كيكة بسبوسة مدية على كيكة، حقيقي جميلة جدا وطعمها هايل. بتبقى شاربة الشربات، وكل قطعة فيها بتاكليها بتبقى طعمها في منتهى الروعة. شايفين لونها عامل ازاي؟ ما شاء الله. القوام بتاعها عالي، الكيكة هشة جدا وبتدوب دوبان كده في البق. مقاديرها بسيطة، هسيبها لك ان شاء الله في صندوق الوصف. اتمنى حقيقي ان انت تجربيها، لان فعلا من انواع الكيكات الغنيه قوي وقيمتها الغذائيه اكتر من رائعه. وكمان بفضل ان انا اعملها في الشتاء لان بتدفي البنات جدا وطعمها في منتهى الجمال، جنب كده كوبايه شاي بلبن او لبن ساده، تبقى حلوه قوي قوي. اتمنى ان انتوا تجربوها. هنا طبعا انا بدات ان انا اكل منها، مش هستنى بقى لغايه لما اخلص تصوير. وادي شكل الكيكه بتاعتنا. اتمنى انها تعجبكم، واشوفكم على خير في حلقه